ازيك يا جماعه؟ اكيد حد منكم شاف جدول زي ده قبل كده، او سمع من حد من عدى ل5 عدات انت كده بتتمرن قوه، ومن 5 عدات ل 12 عده انت كده بتتمرن ضخامه عضليه، ومن 12 عده وانت طالع انت كده بتتمرن ايه؟ قوه تحمل. فيلا بينا نعرف اذا كان الكلام ده صح ولا غلط، وانه النظام اللي انت تمشي عليه عشان تزيد قوه عضليه. في دراسة اتعملت سنة 2016 جابوا 49 شخص وقسموا 49 شخص دول لمجموعتين، مجموعة بيعملوا تمارين من 6 ل 12 عدة، ومجموعة بيعملوا نفس التمارين بس من 12 عدات وانت طالع، لدرجة ان العدات دي ساعات بتوصل ل 30 و40 عدة. بيعملوا كده ليه؟ عشان يتأكدوا ان الفوليوم يبقى نفس الفوليوم، يعني شدة التمرين ده هي تبقى شدة التمرين دي. والمفاجأة ان المجموعتين كانت نتائجهم زي بعض. وبعد كده في كام دراسه اتعملوا بيثبتوا نفس الحاجه، ان سواء انت بتتمرن باوزان تقيله او باوزان خفيفه، بس اهم حاجه شده التمرين تكون متساويه، انت كده بتزيد عضل. ولما اقول شده التمرين متساويه يعني انا قصدي ان انت بيبقى لك عده او عدتين عشان توصل للفشل العضلي. طب حد يقول لي كلام جميل، معنى كده ان انا لو شلت اوزان تقيله او خفيفه مش هيفرق يعني؟ هقول لك اكيد لا، لان انت لما بتشيل اوزان تقيله ده بيزود قوه التحمل عندك، وقوه التحمل عندك لما تزيد هتخليك ترفع اوزان اكتر، ومعنى ان انت ترفع اوزان اكتر معنى كده ان على المدى البعيد ده هيزود لك عضلات اكتر من ان انت تشيل اوزان خفيفه. وخلي بالك كل الدراسات اللي انا ذكرتها دي ان هم كانوا بيجيبوا ناس بيخلوهم يعملوا في المجموعه الواحده من 50 ل 60 عده عشان يوصلوا للفشل العضلي. فما بالك انت لو بتعمل كده في كل تمرين، الوقت بتاع التمرين طبعا هيزيد جدا. وتاني حاجه ممكن انت مفاصلك توجعك، ممكن ترجع في قلب التمرين. طب حد دلوقتي يجي يقول لي يا عم يوسف انت وجعت لي دماغي، انا واحد عايز ابني عضل بس، اعمل ايه؟ العب باوزان خفيفه ولا باوزان تقيله؟ في حاجتين مسؤولين عن بناء العضلات، حاجه اسمها ميكانيكال تنشن وحاجه اسمها ميتابوليك ستريس. فالميكانيكال تنشن ده بيحصل لو انت بتشيل اوزان تقيله، والميتابوليك ستريس بيحصل لما انت بتشيل اوزان خفيفه بعدات تقيله. فاحسن حاجه عشان نبني عضلات بافضل طريقه ممكنه هو ان احنا في نظام التمرين بتاعنا ندخل الاثنين مع بعض. وده هيحصل ازاي؟ ان انت التمارين المركبه زي البنش، السكوات، الديد ليفت تلعب باوزان تقيله من 4 ل 6 عدات، وتحاول تزود الوزن على قد ما تقدر. وفي التمارين الخفيفه زي مثلا تمارين البايسبس، تمارين الترايسبس، الحاجات الخفيفه دي، التمارين للعضلات الصغيره ممكن تلعبها باوزان خفيفه. وبس كده يا جدعان، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناه، واكتب لي تحت في الكومنتس لو عندك اي حاجه او اي استفسار او اي فيديو عايزنا نتكلم عنه. بس اشوفك الفيديو الجاي، سلام.